مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. زي ما عودتكم ان اي معلومة بشوفها من خلال شغلي لازم اقولها لكم عشان خاطر ما تتعرضوش للموقف اللي حصل للعربية دي. العربية دي المفروض انها من فترة قريبة خالص مغيرة كتينة وبلية كتينة وبلية. العربية دي سوزوكي الفان التي 1000 العادي. العربية دي ما كملتش حاجة مغيرة كتينة. أنا حالل العربية دي عشان خاطر فيها ألسيه الكرنك معرك زيت ودعك الدنيا زيت. أنا حالل عشان خاطر الكرنك مش عشان خاطر الكتينة. بس بالصدفة أنا بحل شفت الموقف ده قدامي، قلت أنا أصوره عشان خاطر المتابعين يركزوا في الحتة دي كويس هما وبيشتروا الحاجة. العربية دي لسه مغيرة كتينة. الكتينة دي هي والبلية. الكتينة دي على فكرة لو انت راجل صنايعي، اجي لك في النور كده، لو انت راجل صنايعي بص السنان بتاعت الكتينة على فكرة جديدة. لو انت ركزت في الكاوتش نفسه غير مش مستهلك. هتقول لي التشجيج، هقول لك التشجيج عشان تشكر ان هي لغاية دلوقتي شغالة ما اتقطعتش. انا هقول لك على السبب ايه اللي حصل. بس بص انا معايا هنا الظهرية عاملة ازاي. بص الظهرية عاملة ازاي. الظهرية ايه اللي حصل فيها يا عم؟ دي جديدة. السواق صاحب العربية دي بيقنعني ان الكتينة دي جديدة. يا عم جديدة ازاي؟ جديدة ازاي؟ ركز. جديدة ازاي؟ عرفني دي جديدة ازاي. بص اللي حصل فيها. انا عرفت الكتينة دي جديدة بسبب البلية دي لسه راكبة جديدة اهي. تمام. بس سامحوني البلية دي مش كويسة مش نظيفة، بدليل اللي خلى الكتينة حصل فيها كده في الظهرية رمانة البلي دي. مالها؟ انت مش بتقول جديدة؟ جديدة. بس ركز معايا هنا، ركز معايا انا افهمك ايه اللي حصل. ركز. كده مش واضحة صح؟ طب انا هخليك تفهم انا اقصد ايه بالظبط. هجيب مسمار وليكن انا عايز افهمك القصة ماشية ازاي. اظن كده انا فهمتك بفرق المسمار اهو. شايف البلية بتعمل ايه لما بزنق المسمار؟ جنب بيزج المسمار وجنب بيسيب. اظن واضحة، اظن باينة قوي. اظن باينة قوي. اللي عرفني قصة البلية بايظة ان الكتينة معايا هنا، بوظان الكتينة هنا في الظهرية. الكتينة شققت فقط لا غير. هي تشكر وكتر خيرها انها هي شققت، بس المفروض كانت قطعت، لان جنب يشد جامد وجنب يرخي، جنب يشد وجنب يرخي. هي تشكر وكتر خيرها ان هي علمت في الظهرية بس، لكن ما اتقطعتش. السنان قدامي، انا عندي ترس قدامي اهو، تحت وفوق حاجة حلوة خالص. ادي الترس اهو، المسنن بتاع الترس ما فيهوش اي مشاكل. اللي انت شايفه قدامك ده من الكاوتش بتاع الكتينة. انا هغسله بفرشة سلك وانضفه، لكن الترس نفسه ما فيهوش اي مشكلة، ولا في ترس مكسور ولا غيره. لو انت عينك متزاولة ان السنان هنا في البداية والنهاية اعلى، ده امر طبيعي عشان خاطر الكتينة بتبقى في النص هنا. تمام. لكن السنان المسنن ما فيهوش اي سنة مكسورة، كويس خالص.
تمام. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيعلي ريتش القناة عندي عشان المعلومة توصل لكل الناس. يا ريت المعلومة دي توصل لكل الناس. رجاء محبة من اللي بيتفرج على الفيديو، شير الفيديو ده لكل الناس. المعلومة دي مهمة جدا. النهاردة احنا في غلاء أسعار، والمكنة الصغيرة اللي انت شايفها دي يوم ما تحب تعمرها ما تاخدش أقل من 15,000 جنيه النهاردة في العمرة بتاعتها. دايما ابدا السوزوكي بتلاقي وش السلندر بتاعه بايظ واكلاه الميه. يعني بدايه وش السلندر ده هيتغير اول ما تفك العمره. الكتينه دي ايه علاقتها بالعمره؟ علاقتها الكتينه لو اتقطعت طقم الصباب كله هيتجاب، هيتنى طقم الصباب كله. ويا عالم لو انت فضلت تدور في العربيه بسبب الكتينه مقطوعه، الصباب يروح راشك في البستم يكسره، شكرا كده المكنه كلها تتحل وكلها تتعمر فوق تحت. يا ريت نراعي بعض في الغلو اللي احنا فيه ده، ونشير المعلومة دي لكل الناس اللي احنا عارفين انها عندها سوزوكي. شكرا لكل المتابعين.